السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة فراخ كده محمرة بالفريك. أنا طبعا بستعمل الفريك الضحى ده، نضيف جدا، مش هتبذلي فيه أي مجهود خالص لأنك انتي تنقيه، لأن الفريك بياخد مجهود جامد جدا لو جبتيه من عند العطار اللي هو السايب. بصوا، هغسله غسلة كويسة جدا وبعدين هنقعه في مية سخنة. هنا غسلت الفريك غسلة كويسة جدا بالمية، بعدين هننزل بقى ايه بمية سخنة كده، ننقعه ساعتين او 3 لحد ما تحسي ان الفريك تضاعف حجمه. بس هنا عندي الفريك بعد ما نقعته 3-4 ساعات، او لو هتعملي الاكل الصبح ممكن تنقعيه من بالليل. بصوا بقى شكله عامل ازاي. هصفي المية اللي فيه بقى علشان ابتدي اعمله على النار. حطيت معلقة زبدة على النار كبيرة، وعندي هنا معلقتين بتاعت بصلتين كبار وفلفل، ودعكتهم كويس وانزل بيه سمنه. عندي هنا البصل خلاص خد معايا تشويحه كده مع الملح والفلفل اللي فيه، وعندي هنا صفيت الفريك بتاعي، وهنزل بقى كده على البصل بالشكل ده، وهديله تقليبه كده علشان كل الفريك السمنه اللي محطوطه مع البصل تتشوح كده في كل حبايه فريك. هقلبه كويس جدا. عندي هنا خلاص قلبت كل الفريك بالشكل ده، كل حبايه خلاص اتغلغلت بالزبده والبصل. هبتدي بقى احط ايه البهارات بتاعتي: ملح وفلفل، كزبره، شويه من الجنزبيل وشويه من القرفه، وعندي هنا كمان نقره من بودره الزعفران بتدي للفريك لون حلو قوي. اقلب كده، وهنزل طبعا بالشوربه بتاعتي بتاعت الفراخ. متحاوليش تكتري قوي زي الرز كده، لا، خلي الشوربه بتاعتك او الميه اللي انت هتحطيها مع الفريك قليله شويه عن الرز، لان الفريك اوريدي كده شارب كميه الميه اللي خليته تضاعف حجمه. يعني قللي شويه الماده السائله اللي انت هتحطيها، سواء بقى كانت شوربه او ميه. بس لو حطيتي ميه حطي معاكي قالب ميجي عشان يديكي طعم حلو، انما لو شوربه خلاص مش مشكله. وهنقلب تقلبتين 3 كده لحد ما يتشرب الشوربه خالص ونغطي عليه. حطيت حله على النار وحطيت فيها معلقه زبده كبيره، او ممكن اي ماده دهنيه عندك، شويه ملح وشويه فلفل وكام كده حبايه من المستكه، هنزل بيهم كده. عندي هنا فراخ صغيره شويه، هنا عندي بعد الفراخ ما خدت تشويحه كده في قلب الزبده والملح والفلفل والمستكه، هنزل كده معايا في بصل وجزر وطماطم، وكمان عندي هنا ملح وفلفل وكزبره وورق لوري وحبهان وحبه كده من الروزميري ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ. انزل بالشكل ده، وانزل كده بالميه السخنه بتاعتي من الكاتل بقى او من براد، المهم الميه تبقى سخنه قوي.
بالشكل ده، واغطي عليها لحد ما تستوي خالص. كده الفريك عندي استوى بالشكل ده. بصوا مفلفل وجميل ازاي، وهو تغيير بدل الرز، بدل البرغل والحاجات دي كلها. كمان الفريك مفيد جدا يا جماعه والله. سرشي كده على الفريك وشوفي ايه فايدته بالنسبه للجسم. ممكن كمان تنفعك في عزايم رمضان، صينيه كده في وسط الاكل، تعملي جنبها فراخ للي ما بياكلش مثلا بط او وز. وعندي هنا كمان الفراخ دخلتها تحت الشوايه، ما نشفتش ولا حاجه، بس تاخد بس لون بالشكل ده. ممكن تعمليها بالوراك، بالصدور، بس مش مشكله يعني تبقى ايه بالانصاص دي. بس انا عشان انا كان عندي الفراخ الصغيره، بدل ما احشيها قلت اعملها بالشكل ده. عايز تنجح صلي، عايز تفلح صلي، مكتئب صلي، في كرب صلي. والله يا جماعة الصلاة باب لكل فرج وهم. ربنا ان شاء الله يفرجها على أمة محمد بإذن الله، وبلغنا رمضان في أحسن حال بإذن الله يا رب. تعالوا نشوف عملنا الحاجات الحلوة الجميلة دي ازاي. لو عجبتكم ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين، وبألف هنا وشفا.